فيديو النهارده مع قصة لاعب مصري في 2009 ريال مدريد كانوا عايزين يشتروه. لاعب من اول ماتش في الدوري الانجليزي عمل انفجارة جامدة قوي مع ويجن الانجليزي، قصة صعود وهبوط في المستوى. فاللاعب هو عمرو زكي. فما تنساش في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ قصة عمرو زكي. في البداية كده عمرو زكي بدأ في المنصورة قبل ما ينتقل لنادي انبي في 2003 بمبلغ كبير ساعتها، وهو 1.5 مليون. في لاعب جاي من المنصورة الانبي مبلغ كان كبير قوي ساعتها، في لاعب اصلا لسه ما تمش ال20 سنة، بس لعب مع انبي واتألق معاهم وظهر معاهم جامد جدا، وقدر اللي هو يكسب معاهم كاس مصر موسم 2004 2005 بعد الفوز في النهاية كده على الاتحاد الاسكندري بنتيجة 1-0 بعد الاشواط الاضافية بهدف كابتن مجدي عبد العاطي. ومع تألقه مع انبي قدر اللي هو يروح قائمة منتخب مصر في 2006 في افريقيا وكمان تصفيات العالم. ومع تألقه كمان وظهوره بشكل ممتاز لفت انتباه نادي موسكو الروسي لوكوموتيف موسكو الروسي وانتقل ليهم، بس فشل في التجربة دي لانه قال اللي هو ما تأقلمش في الجو. واحنا عارفين لعيبتنا المصرية بينتقل بره بيحترف بيرجع، ما عرفتش اتأقلم مع الاجواء، ما عرفتش اتأقلم مع المناخ. واقرب مثال اخيرا هو امام عاشور مع نادي ميتلاند الدنمارك، ورجع مع الزمالك وبدأ معاهم بداية كويسة وشارك مع منتخب مصر في 2008. وبداية قصتنا بقى تبدأ مع أفريقيا 2008. من أول البطولة كان مدافع نيوكاسل ويس ساندروس متابع البطولة من بدري قوي، ومع تألق عمرو زكي في البطولة دي وشاف إنه مهاجم متكامل، فكلم صديقه ستيف بروس اللي كان ساعتها في مصر واللي هو مدرب ويجن الإنجليزي، وقال له في مهاجم جامد تعال اتفرج عليه. وفعلا ستيف بروس بيجي يتفرج وعلى ماتش نص النهائي وفي ماتش الكوت ديفوار وعمرو زكي بيسجل الهدف بيقول عليه اللي هو مهاجم متكامل وكل حاجه. فبيطلب نادي ويجن اللي هم يخلصوا مع نادي الزمالك ويتعاقدوا معاه، وفعلا ويجن بينفذ كلامه وبيراقبوا اللاعب. وكان في نهائي كاس مصر ما بين الزمالك وانبي بيحضروا مسؤول من نادي ويجن، وبعد المباراه قال لعمرو زكي مهاجم متكامل ومناسب لينا. فقال ويجن بدأ نادي ويجن اللي هم يتكلموا مع نادي الزمالك. الزمالك كان معترض نهائي على البيع نهائي، بس مع محايلات كتير ومحايلات من عمرو زكي ومحايلات من نادي ويجن الزمالك وافق اللي هو يقبله اعاره لمده 6 شهور. بس اول مشكله هنشوفها في قصه عمرو زكي هي الزمالك رفض اللي هو يحط بند الشراء، لان احنا عارفين انديتنا المصريه بتبقى خايفه اللاعب يطلع يحترف بره يرجع على النادي المنافس زي نادي الزمالك والنادي الاهلي. واقرب مثال برضو امام عاشور. والصراحه الزمالك خد كتير قوي من ويجن الانجليزي 1,300,000 جنيه استرليني، وكمان كان في نص مليون لو اللاعب سجل 10 اهداف في الدوري. وراح عمرو زكي الدوري الانجليزي وبدأ بداية اسطورية في الدوري الانجليزي. من اول ما راح رئيس النادي قال ساعتها عمرو زكي بيشبهني بالان شيرر، وده كان اصلا يعني كلام كبير قوي اللي انت بتقارن لاعب لسه فاشل في تجربته في الاحتراف ومن لاعب مصري بتقارنه باسطوره الدوري الانجليزي هداف الدوري الانجليزي التاريخي الان شيرر. فحط ضغوطات على اللاعب، بس عمرو زكي ما ضغطش خالص، ما شافش كل ده، وبدأ بداية تاريخية واسطورية في تاريخ. حتى اللاعبين حتى في بدايه التمرين مع ويجن اللاعبين ما كانوش واثقين فيه، مش شايفين ان هو لاعب جامد، بس عمرو زكي ما اهتمش بالكلام ده. وبدا اول ماتش ليه مع ويجن ضد توتنهام سجل هدف، وراه على طول قدام هال سيتي بيسجل هدف، وبعديها على طول قدام ساندرلاند بيسجل هدف، يعني 4 اهداف في 3 ماتشات. بعد كده بيتعادلوا مع توتنهام. بالمناسبه اول ماتش كان ضد ويست هام معلش، بس مع تعادلهم قدام توتنهام الماتش اللي بعده كان قدام مانشستر سيتي بيقدروا اللي هم يكسبوا 2-1، وعمرو زكي بيسجل في الماتش ده. وبعد الماتش في تصريحات طلعت وقال مش جمهور ويجن بس اللي هيحب عمرو زكي، ده هيبقى محبوب الدوري الانجليزي كله. واتقال ان هو بيعمل كل حاجه في الملعب، ممكن ياخد قرار غلط، بس ده ما ينكرش ان هو بيقاتل على كل كره، وممكن من كره ما فيهاش خطوره يعمل فيها خطوره ويسجل منها هدف. بعد كده ويجن بيخسر الماتش اللي بعده، بس بتيجي المباراه اللي كتبت اسم عمرو زكي اللي سمعت في اوروبا، سمعت اسم عمرو زكي في اوروبا وشهرته في الوقت ده، هو ويجن ضد ليفربول. وكمان كانت على ملعب ليفربول، ويجن متقدم على ليفربول ب2-1، وكمان اللي سجل الهدفين دول هو عمرو زكي، منهم هدف عالمي 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 باكورد عالمي قوي اللي سمع في اوروبا ساعتها، اللي انت تدخل جون عالمي بالشكل ده في ليفربول. وفضل ليفربول خسران لحد الدقيقه 80 بس رجع وكسب 3-2 يعني، بس ده مش مهم معانا. المهم معانا ما حدش يتكلم على بعد الماتش على اداء ليفربول وعلى الريمونتادا، كل كلامهم عن المهاجم اللي دخل الباكورد العالمي ده، المهاجم اللي بيعمل كل حاجه في الملعب، بيقتل على كل كوره.
اللي في الوقت ده بقى جه كلام ريال مدريد، وجه عدة عروض لعمرو زكي، واشاعات كتير طلعت. لاعب مسجل 7 اهداف في 8 ماتشات، كلام طلع عليه كتير قوي. بس من اكبر مشاكل عمرو زكي في الوقت ده ان هو ما كانش منتظم. قبل ماتش ليفربول كان في مباراه مع منتخب مصر، بس عمرو زكي انصاب، فطبيعي انك كنت ترجع في نفس اليوم الى ويجن. بس هو اتاخر عن ميعاد الرجوع يومين. المفروض كان يرجع يوم 12، هو رجع تقريبا يوم 14، فكان في نفس وقت ماتش ليفربول. فكان المفروض ان المدرب هيلعبه على الدكه، بس بسبب الاصابات اللي هو بدا اساسي، فالمدرب طلع وقال بعديها مش ما ينفعش ان انا اعاقب لاعب بيعيش فتره زي دي من التالق، فخلاص مشكله وعدت وخلاص. بعد تالق عمرو زكي في ماتش ليفربول طلب جماهير ويجن اللي هم الاداره تخلص مع نادي الزمالك، ففعلا الاداره راحت لنادي الزمالك وعرضت عليهم البيع النهائي. الزمالك طلب 17 مليون او 18 كمان، لان في كلام بيطلع بيقول اللي هم طلبوا 17، وفي كلام من نادي الزمالك بيطلع يقول اللي هم طلبوا 18. ففي الرقم ده في الوقت ده في 2008 2009 كان كبير جدا جدا. ما فيش لاعيبه كانت بتنتقل بيه غير لاعيبه اسامي معروفه قوي زي بيرباتوف مثلا. فكان صعب على نادي ويجن اللي هم يقبلوا، فاكيد العرض اترفض. 17 و 18 مليون اللي تدفع في لاعب مصري بيلعب في ويجن، انت ايه يا عم؟ وفي الوقت ده طلع اخبار ريال مدريد اللي عايز مهاجم بيقاتل على كل كرة، مهاجم ما بتحسش بالخطورة والكرة رايحة له، هو اللي بيعمل خطورة بيخلق مساحة لنفسه، وده اللي ريال مدريد كان عايزه. فالمهاجم ريال مدريد فانستروي بيتصاب، فريال مدريد بيطلب مهاجم. فالاسمين اللي كانوا قدام ريال مدريد هو هونترال الهولندي، الاسم اللي طلع بقوه، وعمرو زكي الهداف مع هداف الدوري اللي جه في وقت هداف الدوري الانجليزي، بيقدم موسم جامد قوي مع ويجن، 8 ماتشات مسجل 7 اهداف. بس في النهايه هونترال هو اللي كسب السباق لانه لاعب هولندي جنسيه اوروبيه. صحيفه ماركا هي اللي قالت عمرو زكي كان على قائمه انتقالات ريال مدريد، بس بسبب الجنسيه راحوا لهونترال الهولندي. هم مشاكل عمرو زكي اللي كل ما الكلام كان بيطلع عليه اللي هو هيمشي وهيروح نادي كبير، كل ما انضباطه كان بيقل، الكلام يطلع اكتر انضباطه يقل اكتر. فده كان حاصل مشاكل من غرفة اللبس. النادي غرمه غرامات كتير قوي، النادي زهق من الغرامات اللي كانت بتتعرض عليه، وبرده ما كانش منتظم، كان يجي التمرين متاخر ساعه وبيتغرم، وبرده ما بيزهقش بيتغرم. النادي زهق اصلا من كتر الغرامات. وكان في كلام بيتقال ان عمرو زكي وهو رايح انجلترا كان معاه 2 من صحابه، دول كانوا دايما بيتكلموا يقولوا انت خلاص انت قدمت بدايه تاريخيه، انت خلاص بقيت اكبر من ويجن، انت نشوف نادي تاني. دول اصحاب السوق دول على فكره. فإدارة ويجن شافوا الكلام ده وما كانوش واثقين في عمرو زكي، فقالوا اللي هم هيجيبوا مهاجم تاني، عشان لو عمرو زكي مشي عمرو زكي نجيب مهاجم تاني يساعد عمرو زكي في اللي هو ينضبط اكتر، ينافسه في المركز ده. والمهاجم اللي جابوه بقى هو مين؟ هو احمد حسام ميدو، المهاجم اللي كان لاعب في روما، عنده بداية كويسة قوي مع توتنهام، اسمه معروف في انجلترا. وبس ده هيخلق مشاكل ما بينه وما بين عمرو زكي. بس في اول تصريحات ميدو طلع وقال انا وعمرو زكي هنقدم ثنائيه جامده جدا، وهيبقى اللغه سلاحنا، عشان هما بيتكلموا بالعربي فمش هيبقوا فاهمين حاجه، فهيبقوا سلاح. فهنقدم موسم حلو. ده غير بقى احنا عارفين الجمهور المصري بتاعنا اللي 2 مصريين في الدوري الانجليزي وفي نفس الفرقه هيحصل ما بينهم مشاكل. وطبعا اللي حصل في الماتش مصر والسنغال لما ميدو طلع وما كانش عايز يطلع، وعمرو زكي نزل ومن اول لمسه جاب جون. ومع كلام ميدو اللي هو عايز يلعب جنب عمرو زكي عشان يقدموا ثنائيه جامده، ما لعبوش بس غير ماتشين مع بعض، والماتشين دول عمرو زكي طلع فيهم وميدو هو اللي بيكمل. وليك ان تتخيل اللي من اول شهر 12 2008 لحد شهر 3 2009 عمرو زكي ما سجلش ولا هدف مع ويجن. وليه بتكلم في شهر 3 بس؟ عشان ده هيبدأ رحلة نهاية عمرو زكي مع ويجن. ليه بقى؟ عشان كان في ماتش مصر ضد زامبيا، عمرو زكي لعب الماتش ده وسجل هدف، وميدو كان بديل ونزل في الشوط التاني. وطبيعي ميدو متعود الماتش خلاص انا هرجع بقى على فرقتي، واحنا عارفين عمرو زكي بقى وانضباطه. اتأخر يوم، لا اتأخر يومين، لا اتأخر 3 ايام عن ميعاد العودة. وده كان رابع تأخير ليه، 4 تأخيرات في الموسم كتير قوي على لاعب مش منضبط. فانا هشتريك ليه وانت مش منضبط معايا؟ بتنزل تلعب مع منتخب بلادك، بتجيلي بعد الماتش ب5 ايام ب4 ايام. فمدرب ويجن بروس طلع وقال عمرو زكي لاعب غير محترف غير منضبط، وجي الوقت اللي الجمهور يعرف حقيقته، اللاعب بيتأخر كتير وده مش لاعب عايز النادي يشتريه. وبعد كده بيحصل مشاكل ما بين ميدو وعمرو زكي في الفرقة،
وبس كده بتنتهي رحلة عمرو زكي مع ويجن. بعد كده حاول يرجع مستواه مع هال سيتي، بس ما لعبش معاهم نهائي، لعب ماتش واحد بس مع فريق الرديف اللي هو الناشئين. وبعد كده بيرجع مع الزمالك برضو ما سجلش معاهم. بعد كده بيروح الرجاء المغربي، وبعد شهر واحد بس الرجاء بيفسخ التعاقد معاه لانه كان عمل عمليه في ميونخ من غير ما النادي يعرف، فالنادي بيفسخ التعاقد. بعد كده بيروح لنادي في اللبناني تقريبا وبيفسخ التعاقد بعد شهر واحد. عدى على انديه كتير قوي، بس في 2015 بيعلن اعتزاله نهائي. لاعب رغم عقليته فكان ممكن يبقى في حتة تانية. في اول 8 ماتشات في الدوري انت مسجل 7 اهداف، ومسجل في الكاس ومن ضمنهم اهداف في السيتي وهدف عالمي في الليفر بكورد. الكلام ريال مدريد بذات نفسه كان عايزك، فانت رغم العقلية دي بس لو كان عندك شوية تركيز يا عم كنت تركز الست شهور دول بس، نشوف ويجن هيعمل ايه. بعد ويجن كان هيجيلك عروض ولا لأ؟ يعني ده بيبين بيعرفنا عقلية اللاعب المصري. بس كويس اللي احنا شفنا لاعب زي محمد صلاح، لاعب زي عمر مرموش دلوقتي في السيتي. فبس كده، لو وصلت لحد هنا في القصة دي ما تنساش تقولي اتعلمت ايه في الكومنتات، ما تنساش في قناة فازل عشان اوصل لك جديد. ودي كانت قصة عمرو زكي بتاعتنا النهاردة.